المتعة الحرام مهما كانت في بدايتها مغرية، نهايتها ديما سودا. يمكن الواحد وهو ماشي في الطريق الغلط يكون فأكر إنه مسيطر على نفسه وإنه يقدر يوقف في أي وقت، لكن الحقيقة إن الغلط بيشد صاحبه واحدة لحد ما يوصله لحافة الهلاك من غير ما يحس. وأنا اسمي حسن، ودي حكايتي. حكاية بدأت بضيق وهم عادي جدا، وانتهت بكارثة ضيعت عمري كله. وصلت لسن 30 ولسه ما اتجوز. كانت شغالة في محل عطور من سنين طويلة، يومي كله شغل وتعب ورجوع آخر الليل وأنا شايل هم المستقبل. أهلي كانوا ناس على قد حالهم، لا أغنية ولا أصحاب نفوذ، لكني كانت دايما حاسس إنهم شايفيني حمل ثقيل عليهم. أخواتي البنات كلهم اتجوزوا واستقروا، وأنا الوحيد اللي لسه مكانه ثابت. أبويا كان بيبني لي شقة فوق البيت، وكل شوية يقول لي: شد حيلك يا حسن، خلص الباقي علاش أن تتجوز. لكن بدل ما كلامه يطمني، كانت بحسه ضغط فوق ضغطي. أي تأخير كان يتحول لخناقة، وأي مشكلة كانت بتنتهي بزعق وإهانة، لحد ما بقيت مقتنع إنهم مش حاسين بيا أصلا. كان عندي صاحب اسمه شريف، صاحب عمري تقريبا، شغال معي في نفس المحل. شريف كان يتيم الأب، وأمه هي اللي ربته هو وأخواته لحد ما كبروا. كان دايما يحكي لي عنها بفخر، يقول إنها ست مكافحة ومحترمة، ضحت بعمرها كله علشان ولادها، وما فكرتش تتجوز بعد وفاة أبوه. كل مرة كان يتكلم عنها كانت أحس إنها ملاك، ست قوية وحنينة في نفس الوقت. ويمكن علشان كانت مفتقدة الحنان في بيتي، كانت بنبهر بكلامه عنها. في يوم حصلت خناقة كبيرة بيني وبين أبويا، وخرجت من البيت وأنا مخنوق ومشتيق نفسي. اتصلت بشريف، فقال لي أروح عنده أهدى شوي. أول ما دخلت البيت، أمه استقبلتني بابتسامة وكلام طيب حسسني إني واحد من أهل البيت. حطت لنا الأكل وسابتنا نتكلم، لكن وأنا قاعد معاهم بدأت ألاحظ إنها لسم صغيرة نسبيا، وشكلها أصغر من سنها. استغربت إنها فضلت طول السنين دي من غير جواز، لكن ما فكرتش في الموضوع أكتر وقتها. بالليل وأنا صاحي مش قادر أنام، سمعت صوت غريب جاي من أوضتها. في البداية قلت يمكن تعبونة أو فيها حاجة، لكن الفضول غلبني. قربت من الباب، والصوت كان أوضح، ومن غير تفكير فتحت الباب. اللحظة دي كانت بداية النهاية. اتفاجأت بها ماسكة الموبايل، وبتتكلم بطريقة خلتني أفهم كل حاجة فورا. الصمت وهي تغطى بسرعة، وأنا خرجت كأني شوفت مصيبة. طول الليل ما عرفتش أنام. صورة الست المحترمة اللي شريف كان بيرسمها في خيالي اتهدت فجأة، لكن بدل ما أبعد، الشيطان لعب بعقلي. رجعت بيتي، لكني ما بقيتش أفكر غير فيها. كل ليلة أتخيلها، وأفتكر شكلها وصوتها. كانت لأول مرة في حياتي حاسس إن الشهوة متحكمة فيا بالشكل ده. حاولت أقاوم، لكن الفضول والرغبة كانوا أقوى. وفي يوم أخذت إجازة من الشغل وروحت عندها وأنا متأكد إن شريف مش موجود. فتحت لي الباب كأنها كانت مستنياني. دخلتني وقعدت تتكلم معي بمنتهى الجرأة، واعترفت إنها محتاجة راجل في حياتها، وإنها تعبت من الوحدة بعد موت جوزها. قالت إنها مش قادرة تتجوز علشان ولادها والمجتمع، وإن اللي بتعله مجرد محاولة تهرب بها من احتياجها. وأنا بدل ما أهرب، غرقت أكتر. اليوم ده كان أول مرة ألمس فيه ست في حياتي، وكل حاجة بعده اتغيرت. بقيت مدمنها حرفيا. نسيت شغلي، نسيت أهلي، نسيت ديني، وحتى الصلاة بطلتها. كل تفكيري بقي فيها وبس. كانت بروح لها كل فرصة، وأعيش معها ساعات أحس فيها إني طاير من الدنيا. وهي كانت شاطرة جدا إنها تخليني متعلق بها أكتر كل يوم. مرت شهور طويلة وأنا عايش في الوهم ده. كل ما أشوف شريف أحس إني خاين وحقير، لكنه كان طيب معي لدرجة تخليني أكره نفسي أكتر. كان يقعد يحكي لي عن أمه وعن تعبه علشان يفرحها، وأنا ساكت.
شايل سر أسود بيني وبينه. حاولت أبعد عنها أكثر من مرة، حاولت أتعرف على بنات غيرها، تكلمت ستات كتير على ألند، لكن ولا واحدة قدرت تشغلني عنها. كانت متعلقة بها بشكل مرعب. هي بالنسبة لي ما بقتش مجرد ست، بقت إدمان. وفجأة ومن غير مقدمات قالت لي إن دي آخر مرة أشوفها فيها. قالت إنها ناوية تتجاوز وتبطل الحرام اللي هي عايشة فيه. حسيت وقتها إن الأرض بتتهد تحت رجلي. حاولت أفهمها، أترجاها، عرضت عليها الجواز، لكنها رفضت وقالت إننا ما ينفعش لبعض. خرجت من عندها وأنا حاسس إني اترميت من الجنة للنار. بقيت عصبي ومجنون، ورجعت وتخانق مع أهلي من تاني. وبعد أسبوعين ما قدرتش استحمل، وروحت لها غصب عني علش أنا أفهم الحقيقة. لما فتحت الباب عرفت فورا إن فيه حدود. ارتباكها كان واضحا. حاولت تمنعني أدخل، لكني دفعتها ودخلت أدري في الشقة زي المجنون. فتحت أوضة النوم واتصدمت. لقيت رادلين معاها. في اللحظة دي الدنيا اسودت في عيني. حسيت إني كانت لعبة، وإنها كانت بتضحك عليا طول الوقت. الغضب عم عقلي. ما فكرتش، ما حسيتش بنفسي. كل اللي فأكره إني مسكت طفاية وضربتهم بيها بعنف هستيري. واحد وقع مكانه، والتاني حاول يهرب لكني لحقت به. ولما فوقت كانوا الاثنين جثثا على الأرض. هي كانت قاعدة بتعيط وترتعش، وأنا واقف أبص حوالي كأني صحيت من كابوس. الغريب إني ما مدتش أيدي عليها، لكن كل اللي جوايا وقتها كان ميت أصلا. مسكت التليفون واتصلت بالشرطة بنفسي، وبلغت عن كل حاجة. اتقبض عليا واعترفت بكل تفصيله، وهي حاولت تنكر، لكن الحقيقة كانت واضحة. الغريب إن أولادها ما صدقوش عنها أي حاجة. كانوا شايفين أمهم ملاك، ومستحيل يعملوا فيها كده. أما شريف، نظراته لي كانت كفيلة تقتلني 1000 مرة من غير حكم محكمة. وفي النهاية بقيت قاتل، واترميت وراء القضبان، وكل ده بدأ من لحظة ضعف، من نظرة، ومن باب فتحته بفضول، ومن خطوة غلط مشيت وراها بإرادتي. علشان كده بقولكم، أي متعة حرام مهما كانت صغيرة ممكن تكبر وتتحول لكارثة تدمر الإنسان كله. الغلط عمره ما بيقف عند حد، والشيطان ما بيخدش الإنسان مرة واحدة، هو بس يخليه يتنازل خطوة، وبعدها الباقي بيجي لوحده. ودي كانت حكايتي. فكريه إنسان ضيع نفسه بإيده، وما عرف قيمة النعمة إلا بعد ما خسر كل شيء.